بواد بوزنيقه، فاصل ما بين بوزنيقه ودوار ولاد بن يوسف. طلبوا من جهات الوصيه، كتشاهدوا معنا في هذا اللايف هذا. حيد بث مباشر ديال واد بوزنيقه. هاد الواد هذا اللي كان حمل علينا في سنه 2010، واليوم هاد الواد هذا كما كتشاهدوا معنا في هاد اللايف الاخوان. وكل اللي شاهد هاد الفيديو هذا يبارطاجي، الله يرحمكم الوالدين. مازال غادي يتزاد، مازال غادي يكسر. واد بوزنيقه الفاصل ما بين جماعة شراط ومدينة بوزنيقه. كما تشاهدوا الإخوان حالة فيضان مازال كيتزاد. هاد الواد اللي جاي من سد العصمة، يعني سد العصمة كثر فيه الماء بزاف وطلقوه لنا. كما تشاهدوا الإخوان ها هو. الناس دابا راه مخلوعين، كلهم مخلوعين وخارجين. حاول يتزاد عليهم الواد. كنطلبوا من السيد العامل والوقايه المدنيه والسلطات المحليه باش يحضروا لعين المكان دوار ولاد بن يوسف. يعني الواد مازال كيتزاد، وطلقوا لنا سد العصمه اللي كيتواجد داخل تراب مدينه بوزنيقه. واش تحسيني انا علاش؟ كنطلبوا من الوقايه المدنيه والسلطات المحليه وعامل اقليم بسليمان سمير يزيدي باش يتدخل. راه الناس كلهم شدتهم الخلعه وكلهم خرجوا. هذا الواد هذا اللي فاصل ما بين الجماعتين، جماعه بوزنيقه وجماعه شراط. كاين واحد السد اللي هو داخل تراب مدينه بوزنيقه مع الكثره ديال الشتا صبات ليل ونهار، والماء ديال الامطار والخيرات. طلقوا علينا السد ديال العصمه. كنطلبوا من الجهات الوصيه يحاولوا يدخلوا، الله يجزيكم بخير. واللي شاف هذا الفيديو هذا يحاول يبارطاجي، الله يحفظ الوالدين. واد مدينة بوزنيقه، الواد اللي جا فاصل ما بين مدينة بوزنيقه وجماعة شراط. يعني طلقوا لنا، يعني ما عمرو من سنة 2010 ما عمر هذا الواد هذا فاض. طلقوا لنا، نفسوا لنا من سد العصمة. كنطلبوا من الجهات الوصية، من السيد العامل الوقاية المدنية الدرك الملكي، يحاولوا يجيو دوار ولاد بن يوسف. يعني الناس كلهم دوار ولاد بن يوسف كلهم مخلوعين، كلهم خارجين. واللي شاف هذا الفيديو هذا يحاول يبارطاجي، الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين. وهذا الواد هذا مازال كيتزاد، هذا الواد هذا كل دقيقه بدقيقه كيتزاد. هذا الواد هذا كنطلبوا من الجهات الوصيه، من العامل بن سليمان اللي هو سمير الوزيدي، الدرك الملكي الوقايه المدنيه، باش يحاولوا يديروا لنا شي حل لهاد السكينه، الله يرحمكم الوالدين. يعني الناس كلهم مخلوعين، الناس كلهم مفزوعين. اللي شاف هذا الفيديو ده حاول يبارطاجيها الاخوه، الله يرحمكم الوالدين. مازال هذا الواد كيتزاد. اي واحد شاف الفيديو يبارطاجي، الله يرحم والديكم. الواد هذا اللي فاصل ما بين جماعة شراط ومدينة بوزنيقه. كنطلبوا من الجهات الوصيه، من العامل الاقليم بسليمان سمير يزيدي والدرك الملكي والوقايه المدنيه والسلطات المحليه يحضروا لعين المكان. طلقوا عندنا واحد السد اللي هو سد العصمه. كاين دابا الساكنه كلهم خرجوا، كلهم مفزوعين.